السلام عليكم يا السياد. جيت وجبت لكم الخبار اللي كطير النعاس من العين. شدوا معايا الخط. اليوم النشرة منوعة، فيها الطبيب اللي كيقلب على الفيزا، وفيها الروبو اللي بغى يولي فلاح في مكناس، وحتى سي ترامب راه دخل على الخط. وجدوا واحد الكاس داتاي مشحر ويالله بينا. نبداو بالحاجة المليحة. بريطانيا العظمى عجبها الحال وقالت لينا داكشي اللي كديروا في الصحراء هو اللي كاين. الوزيرة إيفيت كوبر تلاقات مع سي بوريطة وقالت ليه بلي الحكم الذاتي هو الحل اللي فيه الضوء. ايوا تبارك الله، بقات غير الشتا تصب والامور تزيان كتر وكتر. ولكن اخوتي راه كاين واحد المشكل كيبكي وكيضحك. السي بن حمزة رئيس المجلس العلمي في جهة الشرق بقى فيه الحال خيط الطب ديالنا كيهربوا للخارج. قال لهم راه اقناع الناس بالطب راه مسؤولية كبيرة. ولكن السي بن حمزة راه الطبيب ملي تيشوف راسو كيقرا 10 سنين وفي الاخر كيتخلص بالدغمي، راه طبيعي يقلب على المانيا. وفي مكناس البلاد غادا وكتطور. المعرض الدولي للفلاحة نايضة فيها الرقمنة. وزارة الفلاحة سناو مع وزارة الرقمنة باش يدخلوا الذكاء الاصطناعي للحقل. يعني من هنا ل 2030 غتلقى الخروف داير ويفي والمحرات خدام بتشات جي بي تي، وغير الله يحضر السلامة لا يولي الروبو كيتشرط علينا في الكرداس. وبما أننا في مكناس، السي أخنوش ترأس مأدوبة عشاء ملكية على شرف الضيوف ديال معرض الفلاحة. تم يتجمعوا الوزراء والمسؤولين الافارقه وضربوها بتبوريده ديال الماكله بالصحه والراحه. غير هما تبارك الله كياكلوا الدقاقه، وحنا كنتسناو المارشي ينقص شويه من الثمن د البناشي. وفي طنجه الامن ديالنا تبارك الله عليه ما كينعسش. حصلوا واحد السياره جايه من برا فيها 19,000 حبه ديال ليكستازي. براو يدوخوا الشباب، ولكن الجمارك والشرطه جابوها لهم لاصقه. اللي بغى يدوخ يدوخ بالحريره ماشي بالسموم الخصوم. ونختموا بسي ترامب اللي ديما منوض صداع. قال لك راه مدد الهدنه بين اسرائيل وحزب الله ل3 سيمانات اخرى. السيد باغي يحل كاع المشاكل بتويته وحده. الله يجيب اللي فهمنا وما يعطيناش. هاد العالم ولا بحال شي خلقه في جمع الفنا، كل نهار كاين فرجيه جديده. ايوا هذه هي اخبارنا اليوم. نتمنى تكون دازت عليكم خفيفه ظريفه. ما تنساوش ديروا جيم وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم باش يفيقوا حتى هما، وخليوا لينا في كومونتير واش نتوما مع الذكاء الاصطناعي يولي يسرح الغنم. تهلاو.